البحريني عبد الرحمن شويط الرئيس بيانات المسح العقاري والتطوير بإدارة المسح العقاري ضمن أفضل 50 قائد واعد عالميا في مجال معلومات الجيوميكانيكية لعام 2025 الجيومكانية من قبل منظمة جيو سبيشال وورد. وللحديث حول هذا الإنجاز المشرف يسرنا أن نرحب بالمهندس عبد الرحمن شويط الرئيس بيانات المسح العقاري. صبحك الله بالخير، حياك الله. صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور، مشكورين ما قصرتوا. طبعا احنا في البداية حابين نوضح للمشاهدين المعنى الحقيقي للجيومكانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورين أولا على الاستضافة في هالبرنامج المتميز. حياك الله. الله يحييكم. طبعا مصطلح الجيومكانية هو يتكون من شقين. الشق الأول هو الجيو، وهي كلمة يونانية الأصل مقصود فيها الأرض. والمكانية هو المقصود فيها أن شيء يعني نربطه بمكان وموقع معين ومحدد. فلما نقول احنا المعلومات الجيومكانية هي معلومات مرتبطة في موقع وفي مكان معين ومحدد. في السابق كان طبعا هذا المفهوم مقتصر على الخرائط، انه والله مثلا نعرف المواقع على سبيل المثال. اليوم اصبحت المعلومات الجيومكانية جزء من حياتنا بدون احنا ما نحس. يعني على سبيل المثال لما واحد يطلب طلب اكل مثلا عبر احد التطبيقات، هو شارك بمعلومة، شارك بموقعه مثلا على سبيل المثال مع المطعم. صح. المطعم في المقابل ربط بين الاوردر او الطلب اللي استلمه مع الموقع. الشخص اللي بيوصل الطلب ايضا ربط بين هذه الطلب وبيعرف وين اقصر شارع او انسب الشوارع اللي يسلكها. فنقيس على المبدا بعد اللي هي تطبيقات مثلا النقل، تطبيقات التوصيلات، او حتى البوستات، او لما واحد ينزل صوره في برامج وسائل التواصل ويربطها بموقع معين. فهي مفهومها صار بدل لا تكون فقط خارطه، هي صارت خلينا نقول اداه تخلق تجربة ذكية. صحيح، وبالتأكيد يمكن اليوم اختيارك من ضمن أفضل 50 قائد واعد عالميا من قبل هذه المنظمة العالمية، وبالتأكيد فخر لكل البحرين. الحمد لله. حدثنا عن شعورك الخاص لما عرفت باختيارك في هذه القائمة. والله هو صراحة مزيج يعني من المشاعر بين الفخر والامتنان والمسؤولية. الفخر أن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أسجل اسم البحرين كأول ممثل لها في القائمة، وامتنان ايضا لكل من دعمني ولكل من ساندني في تحقيق هذه الانجاز. وايضا مسؤوليه ان يعني مسؤوليه الاستمرار والمحافظه على التميز الموجود. يمكن اذا تسمحون لي اشير الى نقطه ايضا، ان انا صراحه ما اعتبر التكريم لشخصي، هو تكريم لفريق البحرين. أكيد. هو تكريم من يعني من رؤية القيادة الرشيدة ودعم الحكومة الموقرة ومتابعة جميع الطاقم الإداري والتنفيذي اللي ساهم في هذه الجائزة. ويعني يمكن أنا كان لي فخر تمثيلهم فقط في هالمحفل العالمي، لا أكثر ولا أقل. أكيد. يعني طبعا احنا إذا بنتكلم اليوم عن سرعة المعلومات وسهولة المعلومات أكيد بنذكر الذكاء الاصطناعي. نعم. فخلينا نتكلم شلون ساهم الذكاء الاصطناعي اليوم في تعزيز المعلومات اللي ممكن تكون أو تسهل المعلومات الموجودة في الجيومكانية. طبعا الذكاء الاصطناعي يعتبر اليوم أداة محورية وجوهرية في المعلومات المكانية. الذكاء الاصطناعي صار ما يشوف المعلومة فقط إن يعني تحليل للموقع لموقع المعلومة، بل بالعكس صار اليوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المستوى الشخصي. على سبيل المثال البرامج صارت مثلا تتوقع انت وين رايح في هالوقت، وصارت تسوي لك خلينا نقول يعني شيء مفصل او كستمايزد او حتى خطه. نعم، تعرف وتتنبأ انه والله انت بتروح الحين في هالمكان، ترى انت الحين رايح مثلا مطعم، ترى انت هالوقت خلصت شغلك. فانتقلت الى مجال جدا يعني اخر. وعلى المستوى العملي صارت تستخدم اليوم في تحليل الصور الفضائيه، وفي دراسه التغيرات البيئيه، ودراسه يعني حركات التنميه العمرانيه اليوم الموجوده. حلو. ايضا المهندس عبد الرحمن اعتقد كانت عندك رساله ماجستير ذات علاقه في هذا الموضوع، ايضا الاطروحه كانت عن تقييم نظام اداره الاراضي ودراسه حاله جهاز المساحه والتسجيل العقاري. نعم. عن هذه الدراسه بالتحديد. نعم. وكيف ممكن تطبيقها في البحرين. نعم. طبعا رسالة الماجستير كانت نفس ما تفضلت بعنوان دراسة أو تقييم
نظم إدارة الأراضي في البحرين، وكانت تتكلم عن دراسة حالة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري. اللي ميز يمكن الرسالة أو الأطروحة أن ما اقتصرت على الجانب النظري فقط، ولكن ساهمت في يعني ربطها بالعمل المؤسسي، وحلولها كانت تطبيقية وقابلة للتنفيذ. ويعني الحمد لله رب العالمين، ولاقت إشادات يعني بفضل الله، إشادات أكاديمية ومهنية، وهي منشورة على الانترنت، ممكن للمهتمين يطلعون عليها. يعني ممكن أن يعني ربطها بالواقع العملي هو كان الأساس، خلينا نقول، أو الشيء اللي ترك لها صدى وأثر إيجابي. نعم، يعني قبل الختام أكيد حابين نتعرف من خلالك على المستقبل اللي توقعه أو تقيمه لمستقبل المعلومات الجيومكانية. طبعا قطاع المعلومات الجيومكانية اليوم يشهد نقلة نوعية. هو فقط يعني نفس ما ذكرت من ساعة، هو فقط مو مقتصر صار على الخرائط أو على المختصين أو على فقط جانب معين. هو صار اليوم يعني ممكن نقول هو عبارة عن بوابة تتفاعل فيها البيانات، عدد كبير من البيانات مع بعضها البعض، وصارت إنه يعني تعطينا أدوات تحليل أفضل، صارت إنه تدعم عمليات اتخاذ القرار، صارت تتنبأ بالمستقبل. يعني احنا باختصار ممكن نقول هي يعني صارت أداة أو الرابط الذكي، خلينا نقول بين الواقع وبين المكان والمستقبل بإذن الله. وأكيد احنا بالتأكيد مطمنين على مستقبل هذا المجال، دام في مهارات أو في مثل ما نقول